صوتي. المهم جيت ندير الفيديو هذايا باش نمد رايي في المنتخب الوطني ولا في المدرب اللي يناسب المنتخب الوطني الجزائري دوك في الوقت الحالي، واللي هو عبد الحق بن شيخة. عبد الحق بن شيخة اللي عارفين كاملين مؤخرا دازو بطولتين مع الاتحاد العاصمة في افريقيا، وزاد دا سوبر كوب ضد الاهلي المصري. يعني في اوغال افريقيا، يعرف افريقيا مليح، يعرف البلاد مليح، يعرف لي جوار مليح، يهدر الدرجة، يهدر الفرنسي، يهدر اللونجلي. انسان اللي عنده نيفو عالي في التكوين، يعني انسان اللي قرأ، يعني من بعد ما كمل المرحلة تاعو كلاعب بدا يقرأ، بدا يكون روحو كمدرب. شفناه في تونس يعني وين راح دار نتائج إيجابية، ودا بطولات ودا وكؤوس. في قطر نفس الشيء، دا بطولات ودا يعني دار إنجازات، وفي المغرب كذلك. بغض النظر يعني النقطة السوداء اللي عنده هو في السي في تاعو نقدر نقولوا انه هو الماتش هذاك اللي لعبوه ضد المغرب وخسرنا 4-0 من بعد ما رومبلاسا رابح سعدان، مع الشيخ رابح سعدان، لانه كان المساعد تاعو. المهم على كل حال انا نشوف بلي هذا هو الرجل المناسب ذوكا، لا حليلوفيتش ولا رونار هذا اللي يهضروا عليه الفرنسي. هذا انا ماذا بيا يكون ولد البلاد، اولا عايش في البلاد، ماشي واحد اللي يروح يضرب 5 شهور برا وما يجيش يشوف حتى البطولة تاع الجزائر. انسان اللي غير كيما خرج من البطولة تاع الجزائر، يعني يعرف البطولة ويعرف اللاعبين ويعرف كيفاش يعني يعرف كيفاش يسير امورات لداخل يعني لداخل البلاد، وعايش في البلاد وعنده خبرة في افريقيا، عنده خبرة في افريقيا، عنده خبرة في العالم العربي، عنده خبرة. انسان يعني ذوكا ولا كان نهضروا يعني بالتكوين ونهضروا يعني المؤهلات تاع المدرب اللي يناسبنا. انا هذا هو اللي نشوف، انا هذا رأيي يعني البسيط والمتواضع. وان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله يعني في الفيدرالية يعني ياخذوا بعين الاعتبار هذا الميساج للحقهم، ويعطوا له فرصة لوليدنا، يعطوا له فرصة لواحد اللي محبوب عند الناس، وين يروح يخلي بلاصتو ترونكيل، ماشي تاع مشاكل، ما عنده مشاكل مع الصحافة، ما عنده مشاكل مع الناس. يحتاج برك فرصة، نورمالمون يعطوا له الفرصة هذه ونشوفوا. انا خاطري يقول لي هذا هو اللي نجحنا، والعلم لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.